نتواجد في مدينة تازا، كما كتشوفوا الجو قبل المقابلة ديال الرجاء العالمي مع بايرن ميونخ. هنا كاين الشوارع خاوية الآن بحكم أن الكل الآن متواجد داخل المقاهي من أجل تتبع المقابلة. شوارع خالية إلا من وسائل النقل. ناخذ ارتسامات ديال الجمهور التازي قبل انطلاق المقابلة. الآن الكل كيعيش هذه الأجواء بحكم النتيجة لشرفة المغرب ديال الانتصار ديال فريق الرجاء البيضاوي ما قبل النهاية. كتشوفوا الآن شوارع خالية، وغادي ننتقلوا الآن داخل المقاهي من أجل أخذ ارتسامات قبل المقابلة. ونتواجد الآن بالضبط في شارع مولاي يوسف مدينة تازا. كما كتشوفوا الآن الشوارع خالية جدا. هذه مقهى الآن من آخرها ممتلئة، مقاهي تنتظر، هنا جمهور ينتظر مقابلة الرجاء بايرن ميونخ. هذه مقهى. كذلك ننتقل إلى مقهى ثانية بمدينة تازا وهي خاصة بالجماهير، هي مقهى الزيتون بدورها. الإشارة أن المقاهي ممتلئة عن آخرها بمدينة تازا قبل انطلاق المقابلة، مقابلة الرجاء البيضاوي مع بطل العالم بايرن ميونخ. جو يمكننا أن نقول بأنه جو مشحون بالفرحة للنتيجة التي حققها فريق الرجاء البيضاوي قبل نهاية المقابلة. هذا شارع مولاي يوسف كما كتشوفوا الآن. ربما ستنطلق المقابلة بعد نصف ساعة من الآن. هذا شارع مدينة تازا والكل الآن ينتظر انطلاق المقابلة.